السلام عليكم، اهلا بكم في قناة تحليلاتكم. خبر سعيد للزملكاوية يا جماعة. الزمالك يتعاقد مع نجم الاهلي، بالتحديد نجم وسط الهجوم في النادي الاهلي. طبعا هقول لكم التفاصيل يا جماعة. النادي الزمالك دلوقتي بيبحث عن تدعيم صفوفه في الميركاتو الصيفي طبعا اللي احنا فيه، خاصة في احتدام وفي منافسة شرسة بين الاهلي والزمالك وبيراميدز على نجوم السوبر، سواء كانت في مصر او بره مصر. فالزمالك النهارده طلع خبر يا جماعه موثوق منه على مجله نادي الزمالك، وقال لك الزمالك يتعاقد مع نجم وسط النادي الاهلي اللي هو مين؟ كريم وليد. كلنا عارفين كريم وليد اللي هو كريم ندفد يا جماعه. لاعب وسط النادي الاهلي. على فكره اللاعب ده في النادي الاهلي من لما كان في الناشئين، وفي الفريق الاول من سنه 2014، يعني بقاله 11 سنة طبعا. طلع إعارة لوادي دجلة، طلع إعارة طبعا لحارس الحدود. تخيلوا كريم وليد أو كريم ندفد ده لعب تقريبا 70 أو 77 مباراة في جميع الفرق اللي لعب فيها. سجل كم هدف؟ سجل 7 أهداف فقط لا غير. في مسيرته الكروية من 11 سنة لعب ال3 فرق، لعب 77 مباراة، سجل 7 أهداف فقط لا غير. هدف في وادي دجلة مع وادي دجلة، هدفين مع حارس الحدود، و4 أهداف مع النادي الأهلي. فأنا كأهلاوي بقول للزملكاوية ألف مبروك، ألف مليون مبروك طبعا لنادي الزمالك التعاقد مع كريم ندفد، رمانة وسط النادي الأهلي ورمانة الميزان في خط وسط النادي الأهلي. صفقة مربوحة بإذن الله. طبعا كريم وليد بالنسبة للنادي الأهلي قال له يعني أنت إيه، روح مجاني، روح ببلاش، يعني ببلاش الا ربع. ده اعتبرها طبعا ايه، تزكية عن صحة النادي، تزكية عن صحة الفريق. بالنسبة لنادي الزمالك بقى قال لك لا، انا مش هدخل في مفاوضات رسمية ولا هوقع معاك الا لما تنهي موقفك كاملا مع النادي الاهلي. احنا لينا شروطنا، يعني احنا مش هندخل معاك في مفاوضات غير لما تخلص ان تعاقداتك او التزاماتك المالية والدنيا دي كلها والعقود مع النادي الاهلي علشان تبقى فري وتنضم لنا فريق. تمام. الجدير بالذكر في الموضوع ده يا جماعه ان نادي الزمالك اصلا كان فعلا بيفاوض صفقه سوبر في النادي الاهلي اللي هو رامي ربيعه، ولكن قال لك ايه المصدر بتاع نادي الزمالك؟ قال لك ولكن علمنا ان رامي ربيعه وقع لاحد الانديه. طبعا واحنا قلنا في الفيديو بتاع امبارح ان رامي ربيعه يا جماعه وقع رسميا لنادي بيراميدز الغريم التقليدي للنادي الاهلي الموسم الحالي مقابل 45 مليون جنيه، ورفض التجديد مع النادي الاهلي مقابل 20 مليون جنيه. هو كان شارط على الاهلي 40 مليون، الاهلي قال له لا، هتاخد 20، فهو رفض ال20 طبعا وراح للزمالك مع العرض، راح لبيراميدز مع العرض اللي قدمه له مقابل 45 مليون جنيه. عامة ده يا جماعة كل ما يخص خبر انتقال كريم وليد او كريم ندفد الى القلعة البيضاء نادي الزمالك على سبيل الشراء الغير لا عودة. تمام. في النهاية ما تنسوش الاشتراك في القناة والاعجاب بالفيديو وتفعيل زر الجرس على اشعارات الكل علشان يوصلكم كل جديد. كان معكم قناة تحليلاتكم. السلام عليكم.